حالة من القلق والتوتر الكبير بتحصل دلوقتي جوه نادي الزمالك في الساعات الأخيرة بسبب الغموض حوالين مستقبل عبد الله السعيد نجم خط الوسط وهو صانع الألعاب المخضرم اللي عنده 39 سنة. الكلام بدأ يتردد عن إن في عروض مغرية جاياله علشان يسيب الزمالك في الصيف اللي جاي. عقد عبد الله السعيد مع الزمالك هيخلص مع نهاية الموسم ده، وده معناه انه يقدر يوقع لأي نادي تاني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية حسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. الوضع ده حاطط إدارة الزمالك في موقف صعب، لأن لو ما فيش اتفاق حصل لتجديد عقده اللاعب ممكن يمشي ببلاش أول الموسم الجاي. التقارير بتقول ان عبد الله السعيد معاه عروض ضخمه من انديه جوه مصر ومن الخليج كمان، وده بيخلي استمراره في الزمالك حاجه مش مضمونه. العروض دي زودت الضغط على اداره النادي اللي بتحاول تحافظ على واحد من اهم نجوم الفريق. من ساعه ما عبد الله السعيد انضم للزمالك وهو بيثبت انه لاعب اساسي في الفريق بسبب خبرته الكبيره ومهاراته في التمرير وتسجيل الاهداف المهمه. لو مشي هيبقى خسارة كبيرة للزمالك، خصوصا مع مستواه الرائع اللي بيقدمه. إدارة الزمالك بتحاول تلاقي حل بسرعة، ومن المتوقع إنهم يدخلوا في مفاوضات مكثفة معاه قريب جدا عشان يجددوا له العقد أو يشوفوا بدايل لو قرر يمشي. عبد الله السعيد دخل التاريخ كأكبر لاعب عربي شارك في بطولات إفريقيا للأندية بعد ما لعب في ماتش الزمالك ضد بلاك بولز، وشارك في المباراة وهو عنده 39 سنة و5 شهور و30 يوم، وكسر الرقم القياسي اللي كان مسجله التونسي وسام بن يحيى بفارق 7 أيام. وسام كان لاعب مع النادي الإفريقي ضد دوليبيتو الأنجولي يوم 3 مارس 2024، وكان عنده وقتها 39 سنة و5 شهور و23 يوم. عبد الله السعيد دلوقتي بقى أكبر لاعب عربي يشارك في بطولات إفريقيا، لكن لسه في 3 حراس مرمى عرب أكبر منه، المصري شريف إكرامي، المغربي عزيز الكناني، والمغربي عبد الرحمن الحواصلي.